باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي، في الإصحاح 21 من سفر الأمثال، وإحنا ما زلنا في سلسلة آلف الأمثال. الآية 17 يقول الكتاب في الآية 17: محب الفرح إنسان معوز، ومحب الخمر والدهن لا يستغنى. الإنسان المحب للفرح إنسان معوز. يعني إيه محب للفرح؟ محب للفرح هنا مش معناها إنسان فرفوش وإنسان كده كويس ويتوجد في أي مكان تلاقوه دايما فرحان وروحه حلوة. لا، مش بالمعنى ده خالص. محب الفرح هنا اللي هو محب المتعة والانبساط بزيادة والحاجات اللي بقى فيها هيصة كتير. فاللي هيحب بقى يعمل جو زي كده ما بتعملش ببلاش. ما هو الحاجات ديت بيبقى فيها تكلفة. فبالتالي محب الفرح بقى محب الهيصة اللي بزيادة قوي، محب ان مش عارف يعمل حفلة ايه ويروح رحلات فين ويجيب ايه ويأجر ايه. محب الفرح بالشكل المغالى فيه دوت انسان معوز. بمعنى اخر ان عمره ما يعرف يحوش قرش، هتلاقوه دايما انسان على الحديدة كده زي ما بيقولوا بالظبط، يعني عشان صارف فلوسه دايما على الحاجات دي، مقضي كل وقته بالطريقة دي. ده النص الأولاني من الآية: محب الفرح إنسان معوز. النص الثاني يقول: محب الخمر والدهن لا يستغنى. هو برضو النص الثاني بيكمل النص الأولاني. محب الخمر والدهن هنا مش معناها ان هو انسان بيشرب خمر، لان ده موضوع تاني خالص بقى، موضوع شرب الخمر او عدمه، لكن انا مش بتكلم على كده، انا بفسر الآية بس. لكن لما ربط الخمر بالدهن، ففي التقاليد اليهودية في ذلك الوقت كان معناها ان انسان بيعمل احتفالية بقى. عارفين كده لما يقول فلان عمل وليمة، انواع اكل بقى كتيره وكميه خمر كتيره وعطور بقى قد كده. الدهن هنا مقصود بيها العطور يعني. فتخيلوا بقى لو واحد بيحب يعمل كده كتير، يعني الواحد ممكن يعمل عزومه كل فين وفين، يعني ما يبقى فيه مناسبه يعمل عزومه. لكن لو واحد بيعمل عزومه كل يوم والتاني، ده هيستغنى ازاي؟ ده هيبقى غني ازاي؟ فهو النص الثاني من الآية هو بنفس المعنى بتاع النص الأولاني. الإنسان اللي بقى بيحب الفرح والانبساط وحاجات فيها متعة كده وهيصة وزيطة، هي برضه زي محب الخمر والدهن. وإن الأولاني قال عليه، النص الأولاني قال الإنسان معوز، والنص الثاني قال لا يستغنى. بمعنى الإنسان اللي عايش حياته بالطريقة دي طول الوقت هتلاقوه دايما إن هو إنسان مش عارف يعيش حياة معتدلة، ويبقى عنده فلوس يصرفها وعنده فلوس يشيلها للزمن ويدخر حاجة للأيام. لا، هتلاقوه دايما إنسان في احتياج. فده معنى الآية في سفر الأمثال الإصحاح 21 آية 17. وما زلنا في آيات تاني من سفر الأمثال. أشكركم.